السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين إيه يا رجالة؟ وحشتوني جدا جدا، إن شاء الله تكونوا بخير. أنا من وجهة نظري إني جاي أتكلم عن مباراة سيراميكا كليوباترا. مباراة سيراميكا كليوباترا أنا من وجهة نظري إن إحنا نلعبوها باللعيبة الدكة، اللعيبة اللي مش بتشارك أساسية. أدي فرصة لدودو الجباس والأوباما والأكتر من لاعب إنه أدي وعبد الرحمن مجدي، وأريح اللعيبة بتاعتي اللي هتشارك في نهائي دوري أبطال إفريقيا. هي كده اريح لعيبتي واشارك باللعبة الدكة، واللعبة الدكة عندي اتقل من فريق سيراميكا 50 مرة. ابقى ماسك العصاية من النص، وفي نفس الوقت اللعيبة اللي انا هتشارك في دوري ابطال افريقيا في اخر ربع ساعة لو لقيت الامور ماشياش معاي انزل اللعبة الولد الكارتي وقطة واللعبة الاساسية كلها انزلها. يبقى انا على كده ما عملتش مجهود، ما ضغطتش على لعيبتي ولا ما خسرتهمش مجهود كبير عشان يجي في مباراة النهائي ما يبقوش واقعين بدنيا. المتفق معي يكتب لي في التعليقات. لو نقصني لاعب مثلا اطعم من ناشئيني بلاعب مش مشكلة عادي. اللاعب الدكة عندي لعيبة قوية جدا يا جماعة. هم اللاعبين اللي عندي دكة اوباما والناس دي كانت شايلة عندي، انما انا العب بالاساسيين امام سيراميكا كليوباترا وارهقهم واستنفذ كل قدراتهم واروح العب في نهائي دوري ابطال افريقيا اخسر. يبقى انا كده لا قدر الله خسرت مباراة سيراميكا، اخسر نهائي دوري ابطال افريقيا واخسر اثنين. لا، انا امسك العصاية من النص، اشارك بالدكي بلعبة الدكي اللي عندي اللي ما بتشاركش اساسي وادعم الفريق. ده وجهة نظري، وحابب برضه اسمع وجهة نظركم انتم، او تعليقاتكم على اللي انتم شايفينه قولوه برضه، وانا هرد عليكم ونتناقش مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.